أنا بنت وعندي أخ توأم، بس كل اللي يشوفنا يقول إننا عكس بعض في كل حاجة. ده غير إنه كل يوم لازم نتخانق مع بعض. بس عيد تشوف اسم سيدنا محمد قدامك وما تعملش إعجاب ولا حتى تصلي عليه في التعليقات. وطبعا انتم فاكرين إن أنا عشان بنت هبقى ضعيفة وباخد على قفايا. بس انتم هتسمعوا وتحكموا. امبارح كنت قاعدة بتصور وبعمل تيك توك على أغنية عصام صاصة الجديدة، فالتليفون اتزحلق من إيدي وقع على الأرض، والشاشة بتاعته اتكسرت. وطبعا ما كانش ينفع أقول لماما إن أنا كسرتها، لأنها هتزعقلي ومش هتصلحها. فضلت أفكر طب أعمل إيه في المصيبة دي، وأجدها يمين وشمال في دماغي اللي أنا بخاف منها أحيانا، لحد ما لقيت فكرة جهنمية ما تخرش المية. ورحت قعدت جنب أخويا وهو قاعد بيشتغل على اللابتوب بتاعه، وفضلت أرخم عليه لحد ما قام يجري ورايا يضربني عشان أبعد عنه. فطلعت أجري ومن غير ما ياخد باله رحت رمياه التليفون على الأرض، وقلت له عاجبك كده أهو، الشاشة اتكسرت والتليفون باظ. وعلى فكرة أنا قلت لك 100 مرة أنا بنت وما ينفعش تضربني بالطريقة دي. أنا مش واحد صاحبك في الشارع. ورحت لماما كمل الدور وقلت لها ابنك ضربني وكمان وقع على تليفوني واتكسر. يا ماما وهو زي العبيط يقول لها أنا هي اللي استفزتني، وفي الآخر راح صلح لي التليفون على حسابه وجابني كارت شحن.